يعني ما يحتاج احنا نقول لك انك خبطنا على هالاغنيه يعني. فدوى عمرك حبيبي. يعني اوكي، انت فنان وشاركت في عمل وطني كبير واعمال كثيره لبلادك الحمد لله. العراق، وهي شيء طيب حقيقه. لكن هل انت كفنان تابعت البطوله ومباريات البطوله؟ اكيد بشغف طبعا. اوكي طبعا بطولة تنظيمها رائع ومباريات رائعة ومنتخبات ولا أروع ولمة إخوان ولا أروع. يعني عرس ده أشوف عرس يعني والناس كلها فرحانة والله العظيم. شنو المباريات اللي عجبتك؟ شوف يعني أنا يعني أغلب المباريات العراقية طبعا اكيد منتخب بلادك ما في نقاش. فتابعت مباراة اقوى مباراة خفت منها يعني تحس انه الافتتاح مع عمان 1-1. لعبتنا مع قطر معانا احنا 2-1. اي كانت مباراة خطرة جدا. صح، وهي هي المفروض اللي يعني اللي وصلتكم المباراة النهائية. صح. وشونك مع لعيبتنا نشأت ونور صبري اخواني وعصام الحضري عفوا اخواني عصام الحضري، هذول مشرفيننا وين ما كان ونجوم باي زمان والله العظيم. الله يحفظك بالله الكريم. انت مبدع بدول عمرك حبيبي كابتن. انت الان علي يعني لما شفت البصره استضافت البطوله. نعم. ما شفنا في مثلا حفلات غنائيه على هامش البطوله، ليش؟ او احنا مش منتبهين؟ لا ما صارت لان العالم بدها تاخذ الاهتمام الاكبر كرة القدم. بس احنا دائما نقول في فعاليات اسمها فعاليات مصاحبه، يعني على هامش البطوله والله مثلا ممكن فنان علي جاسم اليوم حفله غنائيه هنا حوالين الملعب. والله يا ريت بس يعني ماكو راعي رسمي للموضوع ما كان يعني للموضوع. بس يعني هو البطوله بحد ذاتها هي حفل وعرس ده اشوفه انا، فالعالم متونسه بالكره اكثر. شلون طلعت انت في الفن؟ والله انا اعرف عنك انت عندك قصه كفاح شوي يعني من حضورك لحفل حسام رسام. نعم وبديت. نعم كانت مسابقه عن طريق الفنان حسام رسام، تحياتنا له. يعني فزت فاخذت انا المركز الاول بها وعملنا فيديو انا والفنان حسام رسام، وتوالت الاعمال من ذاك اليوم لهذا اليوم لحد هاي الفتره. قدمنا كثير من الاغاني، راحه النفسيه، تعال شبعك حب، يعني كثير من الاعمال الناجحه. السؤال اليوم فزت بالمسابقه شلون دريت؟ حضرتك مسكر جوال؟ 50 كاميرا. اني اخر الفاينل صعد وياي ولد يعني من اهالي منطقه معروفه ببغداد، منطقه المنصور. زين. معروفه بالشباب الحلوه كانت وما زالت الاتيكيت وهذا. فطلع شاب انيق وما ادري شنو صوت، واني مسوي فيديو بمحل مال حلاقه صغير والملابس تعبانه كانت والحاله كلها رثه. فانا غنيت والمتسابق غنى، فنزلت الفيديوهات، شفت الفيديو كواليتي عالي والولد هو يعني مبدل وقاشخ وانيق واني ملابسي ورثه وما ادري شنو وحلاق. راسي انطفي التليفون، قلت انا خسران خلص. والله ثاني يوم تحت الجوال ناس تخابرني، يابا انت فايز، يابا انت هيك، يابا ما مصدق. دا ادخل على الكومنتات انه انا فايز، واستاذ حسام تحياتنا له انه معلن انه انا فايز. وتوالت الاعمال صار من ذاك اليوم لهذا اليوم. 2000 وكم هاي تقريبا علي؟ هاي 2016 بدايتها. بعد اكثر من مسابقه شاركت فيها، يا 2016 أكيد اللي كانت الاساس أكيد يعني. صح. كانت كلها فشل. كلها فشل في فشل، لكن المهم انك وصلت. الحمد لله. اي هذه هو المهم. اللي صار يولد نجاح. اي طبعا. نعم ما في نقاش. نعم. الان عندك حفلات او احتفالات راح تقيمها في البصره شيء ولا؟ والله اسمح لي اركز على البصره لان انا في النهايه في البصره يعني. اكيد ان شاء الله يعني اذا كانت سمحت الفرصه انه نعمل حفل نعمل. شنو ينقصكم يعني عشان يصير حفل؟ والله ما يعني وجود المتعهدين ينقص البصره، ووجود الاماكن الكبيره اللي يقام بها الحفلات يعني تنقص هذا يعني في ملاعب اليوم الحمد لله ممتازه، صار ملاعب تكفي. الملاعب يعني صعب كبيرة. صعب واحد يحتويها، التنظيم يكون صعب فيها الحفل.
يعني راد اماكن لاقامه الحفلات خاصه بها. ايوه. أي. انت معروف عنك انك متنوع في تقديمك او فنك، يعني مثلا في فنان تلاقي هذا الفنان معروف تبع الحزن، تدور حزن عندك هالفنان. تبي فرح عندك هذا الفنان، انت ما شاء الله عليك لا متنوع بين الحزن والفرح والوطني، فهذا الشيء اكيد طبعا اكيد. حتى تكون فنان ناجح ويسمعك الجميع لازم تقدم كل الالوان، يعني تقدم الحزين، تقدم فرايحي، تقدم اللون الخاص بهنا الغربيه، بهنا بالجنوب، تقدم هاي الالوان حتى تصير انت يعني ايقونه كل احد اللي يسمعك. ايش قدمت حق المنتخب الوطني؟ يعني هذه اولويه. هذه اي ما في غير يمه لازم تكون بصمه. صح، لازم تقدم بصمه والله حلو. الحمد لله والشكر. في شيء في المستقبل من اعمال جديده شيء؟ والله انا محضر مني البوم ان شاء الله راح ينزل بعد البطوله. ان شاء الله في يعني اي سري ولا اكو انا يعني اطلع لك منها بعض الكلام. يقول من الاخير ولا تتعبني وتعبك، انت لو تذبحني بيدك هم احبك، الله اكبر، وانت لو غلطت حياتي هم احبك. يا ويل قلبي هذه بنصيب. اي هاي هنا الاخ عاشق. لا 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 على فكره ابشرك الكل طايح، انا ما عليك منهم. تشوف الرزه هذا. لا 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 لحظه شوي خالد. لا لا لو سمحت خالد لو سمحت، اول شيء اذا احنا بنحب اهالينا كلنا نحب اهلي وانا من هاي كلنا نقول هيك. هو باعتباره فنان قالها اسمح لي بقول شيء خالد، قال لك كلنا نحب اهلنا، ما في واحد ما يحب اهله، لكن ما عليه بس تروح تضربني بروحي. ترى العالم تشاهد وتشوف وتطالع وتتفرج ونحاسب على الكلام وتنسى دائما. هذا كله حتى يتهرب انه هو ما عنده يعني ما عنده. زين عموما هو فنان ويحس. اشكرك هو مشاعر يعني فنان. خليه يكملها خليه يكملها. زين بس ممكن يعني مثلا يكون في حصري حق المجلس؟ والله هو هذا الحصري. انا اذا لا شنو قلت؟ اذا ذبحتيني احبك واذا هجرتيني احبك. يقول من الاخير حبيت انت صح؟ من الاخير سمح يا علي مره ثانيه اذا شنو هي؟ من الاخير ولا تتعبني وتعبك. يلا حلو. انت لو تذبحني بيدك هم احبك، احبك، وانت لو غلطت حياتي هم احبك. هم احبك. لا انا قصدي حصري. ولو تصير النار وعدك ابقى يمك. بعد شو تريد؟ بعد الزين النار وتبدي يعني على لحن وجاهزه ولا صعب؟ والله هي شو هي؟ خلينا نغنيها. يلا حلو. نغني هذا المقطع حتى لا ماشي بس علي بس دقيقه. انا ما احب ان يعني يكون في لحظه الغنى انه في انشغال. انا بس مشكور ناوي شكرا. تشرب شاي؟ انا هذا قهوه خلاص. خلاص اوكي. هاي قهوه عربيه، هي قهوه اي والله هذا يلا نجرب. تعال احنا مو يوميا جاي المجلس. حياك الله. حياك الله. لا لا عطني بالليمون. خالد شكلك ما تبي ترقد الليله؟ هاي بالليمون؟ انا بعد ابي بالليمون. خالد شكلك ما تبي ترقد اليوم؟ هاي لا لا الليله صباحي. وين تليفونك؟ علي عندنا وين نروح؟ الشباب. تليفونك؟ عيل خالد. لا علي تليفونه مش عنده. ها قبل ما يغني. ما تبي شعر على شعر رد مايكك لا لا شغال. بندر وايرلس. اي هذا شغال تمام اوكي. بس دقيقه عشان بس ما في صوت. شباب بس رجاء ها حتى ايقاع اوكي بتصير بس الحين بس خلينا ناخذ لا 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 من الاخير ولا تتعبني وتعبك، من الاخير ولا تتعبني وتعبك، لك انت لا تذبحني بيدك هم احبك، وانت لو غلطت حياتي هم احبك، ولو تصير النار وعدك ابقى يمك ابقى يمك. الله يسلمك حبيبي القلب يا اخي فنان. حرقة قلب اللي يصفق. لما يقعد معاك نور صبري شنو الاغنيه اللي يطلبها منك؟ شنو ذوقك؟ نبي نصيد الجو اللي هو فيه شوي. زينه؟ حقك عليه يمكن تحبها. اي مو؟ اي لا 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 لا
حقك علي واعتذر مني الغلط هالمرة، مني الغلط هالمرة. فرحان داويت الغصن، ثار المرض بالشجرة، أكثر المرض بالشجرة. وشي يفيد ذا اكتب غزل وانا اعرف يروح الشخص لا يكتب ولا يقرا. مليت من هذا اللعب لكاني ما احب الكذب. توقف بعين العشره، توقف بعين العشرة، واني بعد ما اشتاق مو شي جديد الفراق. اي واحد يريد يروح ما قعد وانتظره. هذا نور صبري. عطنا اياه، عطنا بغت رحمه. اعطني بغيت رحمه، اعطني نفس. عطنا اياه. بالمناسبة علي أول مرة لا خليك من المناسبه أول مرة قبل. ألتقي به. لو سمحت. خليك من المناسبه حبيبي. انا ابو جاسم آسف. علي صديقي يعني شوي يمكن ابو شباب لانه ما يتواجد. علي صديقي. انا ادري انه صديقي. لا اعرف، اقصد انه هو رجل كافح حقيقه، هو بدون الامر حبيبي كابتن، بدون الامر. نجاحاته كيف وصل، فهو بصراحه مجاهد حتى يوصل لهالمرحله، واتمنى له كل التوفيق. ويمكن احنا الاغنيه هذه يعني يمكن انا ونشأت ساعدنا بها كثير حتى تكون موجوده، لانه ما كان يعني البدايه كانت انا اول يمكن من الناس اللي سمعتها خلينا نقول، واتصلت به مباشر حقيقه. صح والله. فكانت اغنيه مهمه، واعتقد يعني هي ماخذه صدى وبتاخذ صدى اكثر. فابو حسين كل التوفيق دائما. بدون عمرك. احنا نحلل الاغنيه ابو قاسم دائما الاغنيه موجهه لنور. التحيه الفني يكون او التحيه الموسيقيه يكون على الحاضرين، فيها كلمات اي مهمه. بدون عمرك حبيبي. انا اضيف على كابتن نور انه جميع استاف العمل ما اخذ ولا درهم من هاي الاغنيه. والله العظيم. هذه المره اللي طلعت بالكليب مال ام العراقيين، كملنا الكليب وخلصنا، يعني هي حالتها كلش تعبانه. نعم. حالتها رثه، يعني مره انا يعني سمعت انه اكو بكي كان اثناء التصوير. صح، مره تعبانه كلش. نعم. على قد حالها كلش يعني. فمن جينا ننطي الاجور تبع الاغنيه، تقول لي هاي للعراق، انا ما اخذ. الله والله. السلام عليكم. أبو جاسم أنا أبدا ما عندي تواصل ويا علي. اللي يغنيها اللي يغنيها هاي الاغنيه ما عندي تواصل ويا علي، وأنا جدا مقل أخلي أغاني، يعني جدا مقل. فأول أغنية خليتها مال بسام مهدي، الثانية خليت مال علي. وصراحة حتى دزيت له خبر، قلت له كنت اتمنى هاي الاغنيه من احنا نكون موجودين نلعب. اي والله. لانه راح يصعد عندك الادرينالين الحماس، لانه اغنيه بها رتم. واحنا كنا دائما طبيعتنا من كنا نلعب كنا نسوي قبل كانت سيديات، حطوا لك اياها في الباص، حطها بالباص واحنا رايحين. الاغاني القديمه ذاك كان مال حسام الرسام، حاتم العراقي، او اخوان المطربين قاسم سلطان، نصرة البدر، كانت اغاني كثيره للمنتخب. فصار تواصل بيني وبين علي، قلت له كنت اتمنى لو انه تكون هذه موجوده كنا نلعب احنا ويا هذا الجمهور ويا الحماس القويه. انتم كل وقت نجم. علاوي انت مبدع، بدون هو الله سبحانه وتعالى موفقك وفتح طريقك اول شيء، لانه انت بار بالوالدين بدون عمرك، الله يسلمك. ومحب للناس، وكذلك انت مبدع، فالله سبحانه وتعالى فتح لك الطريق، يعني لله الحمد والله يوفقك ان شاء الله. بدون عمرك حبيبي.